السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تعرفنا على منافس المنتخب المغربي للشباب لأقل من 20 سنة في البطولة الإفريقية المنظمة بمصر في دور الربع النهائي، وسيواجه المغرب منتخب سيراليون حصان هذه الدورة. منتخب سيراليون الذي هزم منتخب مصر ب4-1. منتخب الشباب المغربي يواجه منتخب سيراليون يوم الاثنين على الساعة 8 مساء في الملعب برج العرب، الملعب الذي لعب داخله المنتخب المغربي في دور المجموعات. وفي استوديو تحليلي تونسي قال المحلل التونسي سعيد الشوالي أن منتخب المغرب هو المرشح الأول لهذه البطولة، يتبعه منتخب نيجيريا والسنغال. وقال المحلل التونسي أن جنوب أفريقيا لن تتأهل أمام المغرب، فمنتخب المغرب يتوفر على أقوى النجوم داخل هذه الدورة. وأكد المحلل التونسي على أن المغرب سيكون ضمن المتأهلين لكأس العالم، لأنه سيفوز بالتأكيد على منتخب سيراليون. فمنتخب المغرب متمكن وقوي جدا، وله خبرة إفريقية تخوله الفوز دون أداء جميل. فمنتخب المغرب أصبح متمكن في الأدوار الإقصائية وذو خبرة كبيرة خلال جميع فئاته السنية، لا الصغيرة للكبيرة. وأكد المحلل على أن المغرب أصبح من المنتخبات العملاقة التي ترعب الخصوم فقط بالاسم دون الحاجة إلى اللعب أو الأداء. وإذا تمكن منتخب المغرب من الفوز على السيراليون في دور الربع النهائي في كأس أفريقيا للشباب المقامة في مصر، فسيتأهل مباشرة إلى كأس العالم للشباب المقامة بتشيلي، وهناك ستلعب دوريات هذه الكأس خلال شهر 8 وشهر 9 من هذه السنة. وأكد المحلل التونسي على أن المغرب لديه العديد من المواهب التي لم تنادى عليها لهذه التظاهرة لأنها ليست ضمن لوائح الفيفا. وأكد المحلل التونسي على أن كأس العالم للشباب سيتغير بنسبة 80% المنتخب المغربي من ناحية العناصر، فلديه الكثير من المواهب التي ستريد الانضمام إلى المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العالم. وقال المحلل التونسي على أن المغرب هو من البلدان القوية عالميا من ناحية المواهب، فلديه مواهب في جميع الدوريات الأوروبية الكبيرة والصغيرة وفي جميع الفرق الكبيرة. وأكد أن المغرب من أقوى المواهب الحالية في العالم. وقال المحلل التونسي أنه يتمنى أن يتأهل المغرب لتمثيل العرب في كأس العالم للشباب وفقة منتخب السعودية، غير أنه أكد على أن المنتخب المغربي هو من سيشرف العرب وإفريقيا، لأن منتخب السعودية ضعيف جدا مقارنة بالمغرب. وأكد المحلل التونسي على أن المغرب سيكون من المرشحين للفوز بكأس العالم للشباب، لأن لديه مواهب عديدة في العالم وهو من المنتخبات العالمية. ويرى المحلل التونسي على أن المغرب والسنغال هما المنتخبان الوحيدان في إفريقيا الذين سيشرفان إفريقيا بامتياز. وقال المحلل التونسي على أن هذين المنتخبين هم الذين يتصفون بصفات العالمية من ناحية المواهب الشابة. والسلام عليكم، المرجو الاشتراك بالقناة للمزيد من الأخبار والمعلومات والملخصات.